الدالة دي من أغرب الدوال اللي موجودة في عالم الرياضيات، لأنها مهما تغيرت قيمة الإكس أو متغير مستقل أو المدخل أو الإنبوت، يعني بمعنى صح دايما هتديك قيمة من 3 قيم ثابتين ومحددين، هي الوان أو الزيرو أو نيجاتيف وان. والدالة دي هي دالة سيجنم أو سيجنم فانكشن، ودي عبارة عن دالة من جزئيات المجال لأنها ليها أكتر من قاعدة معرفة بأكتر من مجال زي ما احنا شايفين كده. طب بالنسبة للرسم البياني بتاعها عامل ازاي؟ هو كالآتي: عبارة عن خط أفقي موجود فوق الإكس أكسس وخط أفقي موجود تحت الإكس أكسس، وطبعا هنا في زيرو في النص. الخط الأفقي دوت للقيم الموجبة اللي موجودة على الإكس أكسس، والخط الأفقي دوت للقيم السالبة اللي موجودة على الإكس أكسس. وطبعا الشكل دوت ثابت ما بيتغيرش نهائيا. وطبعا زي ما احنا عارفين الدومين بتاعها او القيم اللي احنا نقدر نقعد بيها هي ار. الرينج بقى الحاجات اللي القيم اللي هتديها لك يا اما نيجاتيف 1 يا اما 0 يا اما 1. طب ايه هي اهميه الداله دي او بيستخدموها في ايه؟ رقم واحد بيستخدموها في تحديد اتجاه الاعداد، طبعا دوت في حاله مجموعه كبيره من الارقام، عن طريق بقى الاشارات، بيبقى مجموعه ارقام بتروح في ناحيه ومجموعه في ناحيه، وطبعا الزيرو. رقم اتنين في المعادلات والتحليل الرياضي في البحث العلمي يعني. ورقم تلاتة في معالجة الإشارات دي طبعا في الهندسة الكهربية والرقمية. رقم أربعة بقى في البرمجة والخوارزميات عشان ما تحطش حالات اف كتير، فالدالة دي بتختصر خطوات أكتر. وفي التفاضل والتكامل طبعا، يعني زي ما احنا شايفين كده احنا ممكن نعتبرها زي كاشف إشارة، بيقولك الرأي كان رايح يمين ولا شمال ولا واقف مكانه. وطبعا دي أول حلقة من سلسلة دالة في دقيقة. لو عجبك الفيديو متنساش تحط لايك وتدعمنا باشتراك أو شير أو لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.